السلام عليكم حبايبنا متابعين قناة البساطة في الطبخ والخياطة، ورجعت البساطة بروتيناتها البسيطة وبأكلاتها البسيطة. طبعا اليوم بعيدا عن التمن والمرق راح أسوي لكم كباب يجنن بسيط. بما أن اللحم غالي استبدلناه بصدر الدجاج. طبعا هذا صدر الدجاج بنات العراقي كلش طيب وما بيكل زفرة. اوكي بنات اوكي. هسه اخذت هنا مقدار من كيلو صدر الدجاج، وطبعا حسب الامكانيه وحسب قياس العائله اللي عندكم واعدادها. واخذت تقريبا نص ربع من اللي راح اثرمهم. اول مره اغسلهم وانشفهم بالمصفي غسله زينه. واخذ هنا طبعا 2 من الصمون الكهربائي، ومقدار من البصل، ونص فلفله خضراء او فلفل الحلو. نص فلفلايه انا كبيره، اخذت اذا عندك صغيره تخلين وحده. هنا طبعا راح نستخدم التوابل اللي هي 7 بهار، والتوابل مال صدر الدجاج. واذا ما عندي 7 بهار مشكل تقدرين تستبدليها بهارات البرياني والملح. 7 بهارات وبهارات قص الدجاج والملح بس. أنا ثرمت المكونات البصل والفلفل واللية والدجاج بعد طريقتها كل سهلة. وطبعا ثرمت وياها الصمون الكهربائي خاطر يعطي قرمشة كلش طيبة للكباب وما يخليه يتفتفت بالشوي. بعدها ضفيت تقريبا ملعقة كوب من 7 بهار وملعقة كوب من البابريكا. هنا ضفت البابريكا المدخنة، أنا ما ذكرتها بالبداية، هم تعطي طعم كلش طيب. بما أن عجنت الكباب وكملته وخليته يرتاح في ربع ساعة، ما استغني عن هاي القهوة السوداء اللي دائما أعلن عليها. بنات هاي العشق، تعرفون شنو العشق؟ طبعا يوازن ضغطكم، تعطيكم نزول سريع بالوزن. أنا كل وجبة أكل مثل بعد الريوق أتريق طبعا ورا نص ساعة أشرب نص هذا الظرف مثل ما تشوفون مال القهوة، يصير لي فنجان يعني حلو بدون سكر. طبعا أشربه يوازن الضغط مالتي، يساعدني على الحركة طبعا للمفاصل، وتحتوي على الفطر الريشة طبعا اللي طارد السموم من الجسم. طبعا كل زينة تخبل. بعد ما شربت فنجان من القهوة والعجين مالتنا أخذ نكهاته عجين الكباب، يعني بقى تقريبا نص ساعة. بديت راح أسوي الصلصات اللي أحتاجها بالغداء. هنا أنا طبعا أخذت الكاتشب، وخذت البابريكيو المدخنة، وخذت صلصة الهمبرجر طبعا كلش تجنن. وخذت 3 هاي المكونات وشوية من الزيت، خلطتهم خلطة كل زينة. وراح أخليها يعني شلون تتجانس بعض النكهات، وأخليها على جهة ما استخدمها هسه. أخذت هاي الصاجية مال الفرن ومسحتها بشوية زيت على مود نشتغل بالعجينة مال الكباب. الكباب ايش قد ما تخليه يتخمر فد نص ساعة ربع ساعة بالثلاجة يعطي طعم كلش يعني طيب ويجنن، مو رأسا تشتغلي. سويت بهاي الملعقة أو الخاشوقة هالشكل مثل الثقوب بالكباب على مود من ينشوي ما يلم عندك، يبقى محافظ على شكله. اوكي، حتى بطريقة اللحم هالشكل احنا نسويها. وراح طبعا حامية الفرن مالتي على درجة حرارة 180. أول مرة أشوي الصينية مالت الكباب من الأسفل، وبعدين أشويها على النص من الأعلى على مود نشوف الطريقة اللي بعدها إيش وقت راح نضيف هاي الصلصة إلها. تشوفون بنات هنا استوى عندي من الأسفل، راح أضيف هسه هاي الصلصة إليه. بما أن مسحت الكباب مالتي بالصلصة اللي خلطناها مال الصلصات، تقدرين تستخدمين انت بس معجون وكاتشب هم يكفيك وشوية من البهار. أنا عندي هنا اليوم صلصة الزبادي، أنا هواي استخدم هاي الصلصات بصراحة، وعندي الطحينة وشوية ثوم، يا أما سائل صلصة الثوم السائل يا أما ثوم فريش، خلطتهم وخليتهم على جهة أحتاجها هاي بالغداء يحبونها هالشكل مثل الطحينة. هنا تشوفون الطرش مالتنا يجنن والله العظيم بنات. هو هذا خلال يومين أنا أكبسه يطلع يخبل. إن شاء الله أنزلكم الطريقة إذا طلبتوه من عندي. هنا حضرت البصل بالسماق وشراح الليمون والصلصة اللي سويناها مال الزبادي والراشية أو الطحينة، وهذا طرشينه. وطبعا شوينا كم طماطية لأن طعم كلش طيب. ودشفون الكباب مالتنا كمل، والنكهة ما تعبت المطبخ يجنن. ما أقولكم على الطعام خرافي فشي. دشفون حافظ على شكله ما لم عندي بالشوي. وهنا حضرنا سفرتنا، وأقولكم عينا وعليكم بالعافية. وكان التصوير كلش بعيد لين بدينا نحضر بالغداء، وراح الجماعة يتغدون. تحياتي لكم.